كلمتك الأولى بعد ذكرى التحرير. كل تحرير وأنتم بخير. كثير سعيدني أكون متواجد بين أبناء الجالية السورية في تركيا اللي عددهم الآن حوالي 1.5 مليون بعد أن نقص منهم نصف مليون عادوا إلى وطنهم. بتمنى أنه الآن يساهموا بشكل أساسي ويبدأوا في نهضة بلدهم سوريا، ليس بالضرورة الحضور الجسدي وإنما حتى الحضور الافتراضي. شو رسالتك لأبناء الشهداء؟ بدي اقول لهم انه ابائكم هلا هن ابطال، كانوا وما زالوا ابطال، وهلا انتم لازم تكملوا المسيره عنهم. هلا دورنا نحافظ على دماء شهدائنا وتقاليدنا يلي ما رجعوا. سوريا رح تقوم بابنائها، فالمفروض لابناء الشهداء ولابناء سوريا عامه نشتغل على حالنا كثير، نتعب على حالنا لحتى نبني سوريا وما تروح التضحيات على الفاضي إن شاء الله. لو طلبنا منك توجه رسالة مختصرة للشباب اللي يساهموا بإعادة إعمار سوريا، شو ممكن تقول لهم؟ يعني أنا رسالة دائما بوجهها بقول إنه دائما حبوا بعض، دائما خلي قلبكم على بعض، خلي مصلحة البلد والشعب أهم من مصلحتكم الشخصية، لأنه إذا كل واحد يطلع على حاله ما حتعمر البلد. إذا كل واحد يشتغل على مصلحته الشخصية ما حيقدم مصلحة البلد أبدا بحياته. لذلك هي نصيحتي، خلي دائما حنيتك على غيرك أكثر من على نفسك.